الحجازية من الوصفات بجد السهلة والبسيطة وبتعمليها كده في وقت سريع وبتطلع معاكي حاجة حلوة وسهلة وسريعة. الحجازية الاسكندراني النهاردة هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات متوفرة في كل بيت زي ما اتعودت في كل فيديوهاتي. فان شاء الله الوصفة تتفرجوا عليها للفيديو للآخر وتعجبكم. يلا نسمي بسم الله ونبدأ في المقادير. وأول حاجة كده محتاجاها هي كوبايتين من سميد البسبوسة بدون أي إضافات، اللي هو بيكون الخشونة بتاعته متوسطة. هحط كمان كوبايتين من الدقيق الابيض العادي، وهحط كمان نص كوبايه من السكر. هخلي بس معلقه صغيره منها علشان اقلب فيها الخميره، واقلب كل المكونات دي كويس جدا مع بعض بالشكل ده. بعد كده هجيب بقى المعلقه الصغيره من السكر اللي احنا سيبناها في الكوبايه واحط عليها معلقه كبيره مليانه من الخميره، او معلقتين صغيرين كده زي ما انا عملت. وهجيب عليها كوبايه الا ربع من ميه تكون دافيه طبعا علشان الخميره تنشط معانا بالشكل ده. ادوبها كده كويس جدا مع بعضها واركنها على جنب، بحيث ان انا اتاكد ان الخميره بتاعتي شغاله والاقي من فوق في رغاوي كده والخميره تفاعلت. بعد كده نرجع على الخليط السميد والدقيق اللي احنا عملناه في البدايه وقلبناه كويس جدا مع السكر، وكل المكونات دخلت مع بعض. هبدا ان انا انزل عليه بكوبايه من السمنه، كوبايه كده مليانه من السمنه. والكوبايه اللي انت تقيسي بيها المكونات كلها تقيسي بيها نفس المكونات. فاخدت كده كوبايه من سمنه عادي بدرجه حراره الغرفه، يعني عشان الجو حر فهي سايحه. لو ما كانت جمدانه معاكي شويه فانتي عادي سيحيها شويه بحيث ان هي تبقى سايحه معاكي شويه ولكن مش سخنه، بدرجه حراره الغرفه عاديه. وابدا ان انا ابس الخليط كويس جدا بالسمنه لحد لما اتاكد ان كل حبيبات السميد والدقيق اللي معايا اتغلفت كويس جدا بالسمنه اللي احنا حاطينها دي. بعد كده ما اتاكدت ان هي اتغلفت كويس جدا ببدا ان انا اجيب الخميره اللي احنا عملناها. شايفين ما شاء الله الكوبايه اتملت ازاي والفقاعات اتعملت كده، نتاكد ان احنا الخميره بتاعتنا شغاله زي الفل. وابدا ان انا انزل بالتدريج لحد لما احصل على القوام بيكون طري معايا، مش بتلزق برضو، هي يعني يعتبر عجينه طريه ولكن يعني ما فيهاش قوام التلزيق ده، ولكن عجينه طريه اقدر ان انا افردها بايدي. وطبعا خدوا بالكم ان هي لازم تكون طريه، لان بعد كده بعد شويه لما نسيبها حبيبات السميد بتبدا ان هي تشرب السوائل ديت فهتنشف معانا شويه. شايفين كده قوامها، هي خدت الكوبايه الا ربع من الميه كامله، ما سابتش اي حاجه وبقت معايا بالقوام ده. فالمقادير مظبوطه جدا جدا، امشوا عليها تطلع معاكم تحفه. ابدا بقى كده ان انا بعد ما عجنتها كده بالظبط وشربتها بالميه كده وباقي السمنه كويس جدا، اغطيها بقى واسيبها ساعه ساعتين تخمر براحتها، عشان عجينه تقيله وفيها سمنه او ماده دهنيه كتير فبتاخد وقت اثناء ما هي بتخمر. فانا سبتها كده ساعه ونص ساعتين على حسب الجو اللي عندك. اثناء ما هي بتخمر نحضر الحشوه بتاعتنا. هي كوبايه وربع من السميد، احط معاكم ربع كوبايه دلوقتي اهي، ربع كوبايه، وكوبايه من السكر، واختياري تلت كوبايه من السوداني اللي هو متحمص، يكون مجروش كده ومتحمص، ده اختياري لو انتي حابه، او اي نوع مكسرات تاني. وحطيت كده معلقتين من الكاكاو الخام، معلقتين كبار. وحطيت برضو 3 معالق من القرفه، بحب القرفه فيها كتير فحطيت 3 معالق، لو حباها قليله حطي معلقتين بس. قلبتهم كده مع بعض كويس جدا. بعد كده هبدأ ان انا اجيب كده حوالي اقل من ربع كوبايه من الميه، وهبدأ ان انا اخد منها كده معلقه معلقه، بحيث ان انا اخلي الخليط يبقى رملي معايا ويبقى متماسك في نفس الوقت ولكن مش عجينه، يعني انا عايزاه رملي كده متفرتت من بعضه. وهحط كمان معلقه من السمنه عشان تديها تطعيمه كده حلوه. وابدا ان انا انزل كده بالميه بالتدريج لحد لما اوريكم يبقى شكلها عامل ازاي. يعني هي خدت معايا ربع الكوبايه كلها بالشكل ده، وبدات ان انا اعملها رمله كده وقوامها بقى بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. بعد كده هبدا بقى كده اجيب العجينه، ده كده شكلها بعد ما خمرت. هي طبعا ما بتخمرش يعني بتملي الطبق، ولكن بيبقى باين شكلها ان هي خمرت كده وتضاعف حجمها. بعد كده بقى ببدا ان انا اعجنها كده واطلع منها اي خمران زياده، وببدا ان انا اقسمها نصين، ولكن النص اللي هيتفرد في الارضيه يعني بخليه اكبر شويه من الوش. وببدأ كده ان انا اجيب الصينية بتاعتي دي كده، اكبر صينية في اللي هو المقاس الطقم اللي هو ال3، او تقدري تستخدمي صينية مقاس 30 في 20 او صينية مدورة مقاس 30 وتطلع معاكي برضو مقاسها حلو. ولو بتحبيها عالية يعني ممكن تستخدمي صينية اصغر، ولكن السمك ده كان حلو جدا. بس دهنتها شوية بس من السمنة، وبدأت ان انا اخد العجينة بتاعتي وفردتها كويس جدا في الارضية، طرية معايا العجينة كويسة جدا فاتفردت معايا بكل سهولة.
بعد كده بدأت أجيب الحشوة زي ما انتم شايفين كده قوام الحشوة مش ماسك أوي، مش عجينة، ولكن هو إيه يعني عامل زي الرملة المبلولة بالشكل ده، وأبدأ إن أنا أوزعه كده على الصينية بتاعتي، وعملت كمان حرف من تحت علشان الحشوة ما تخرجش من بره ويعني تبهدل لي الدنيا. فبالشكل ده كده أبدأ إن أنا كده أوزع الحشوة كويس جدا على الصينية، وبعد كده أبدأ إن أنا أضغط عليها بحيث إن هي تتماسك مع بعضها وتبقى كلها حاجة واحدة. اجي بقى للوش اللي هو الوش اللي من فوق اللي هنحطه، انا هنا بحب افرده على كيس بلاستيك علشان يبقى سهل معايا ان انا انقله بعد كده. بفرده كده عليه بالشكل دوت، حتى كمان يعني مش لازم ان انت تاخدي نفس المقاس، ولكن مهم ان انا بفردها بحيث وبعد كده بكمل ايه لما احطها على الصينيه باخد كده الزوايد واكملها كده وبقفل بيها، وكمان بيساعدنا في كده ان العجينه طريه فبتبقى سهله جدا ان هي تتشكل معاكي للاشكال اللي احنا عايزينها. يعني اهو الزوايد كده اللي على جنب ببدأ ان انا اخدها كده وبكمل بيها الفراغات دي، فمش بيبقى باين فيها اي يعني اي كده حاجات احنا لزقناها او اي حاجه، بتبقى معانا زي الفل. بحطها كده وبضغط عليها كويس جدا، وببدأ ان انا اجيب شوكة كده بس بعمل لها اشكال كده خطوط رايح جاي بالشوكة، يعني الشكل المتعارف عليه بتاع الحجازية، وبالشكل ده بالطول وبالعرض بتطلع معانا برضو شكل لذيذ كده في الاخر. في التقديم بيبقى شكله لذيذ جدا بالشكل ده. عملتها كده خطوط رايح جاي، وطبعا الفرن بقى شغالة على درجة حرارة 180 أو 190 على حسب درجة حرارة الفرن عندك، بتاخد حوالي من تلت ساعة لنص ساعة. يعني تراقبيها كده بعد تلت ساعة، تفتحي الفرن كده لو لقيتيها احمرت من على الجوانب يبقى خلاص هي استوت كده وبقت زي الفل. ضروري جدا ان انت تقطعيها قبل ما تدخل الفرن علشان تبقى سهل معاكي في التقطيع بعد كده. ده كده شكلها بعد ما طلعت من الفرن، وبعد ما تطلع من الفرن على طول عيدي على التقطيعة وهي سخنة علشان بعد كده ما تتفرتكش منك وانت بتقطعيها، لان هي بعد كده بتبقى طريه وهي طالعه من الفرن، فعلشان ما تتفرتكش منك بعد ما تبرد فعيدي على التقطيع على طول اول ما تطلع من الفرن. وطبعا تسيبيها تبرد تماما تماما، ما تجيش جنبيها غير لما تبرد تماما علشان بتبقى لسه طريه جدا. وده كده بيكون شكلها بعد ما بردت. انا بدأت كده ان انا اطلعها واوريها لكم كده بالشكل ده، واخده لون ذهبي لذيذ جدا. السمك بتاعها يعني ده انا بحبه جدا، ما بحبهاش اتخن من كده. لو بتحبيها اتخن كده من كده زي ما قلت لك حطيها في صينيه اصغر او في صينيه مدوره. شايفين بقى كده شكلها ما شاء الله وطريه ازاي وناعمه وبتدوب في البق، احلى حاجه بجد مع كوبايه شاي بتبقى خطيره جدا. شايفين من جوه عامله ازاي؟ حلوة جدا. يا رب ان شاء الله الوصفة النهاردة تكون عجبتكم. الحجازية الاسكندراني عملناها بكل تفاصيلها، سهلة وبسيطة جدا وتقدروا تقومي تنفذيها دلوقتي حالا. يا رب ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. باي باي.